مباراة المنصورة وديكيرنس والتي انتهت بفوز المنصورة بهدف مقابل لا شيء أحرزه أحمد شاهين. معنا الآن الباشمهندس عبد الرحمن المنسي عضو مجلس إدارة نادي المنصورة. مرحبا بك يا باشمهندس، مباراة كبيرة قدام فريق كبير، فريق نادي ديكيرنس الشقيق الأصغر لنادي المنصورة. تحب تقول إيه النهاردة للفريق وللجهاز الفني والجمهور المنصورة الكبير اللي حضر النهاردة المباراة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بس عايز أشكر حضرتك وعايز أشكر كل زملائك اللي كانوا بيغطوا الأحداث النهاردة. بصراحة أنتوا تعبتوا والحمد لله، يعني عملتوا مجهود رائع. ففي الاول بس عايز اشكركم. تاني حاجه هارد لك لفريق ديكيرنس المحترم ومجلس الاداره على حسن الضيافه وحسن الاستقبال. وطبعا الحمد لله والشكر لله، ده فضل كبير من عند ربنا. الحمد لله اللي احنا كسبنا النهارده فعلا. لكل مجتهد نصيب، والحمد لله النهارده الفريق اجتهد، والحمد لله كان الاداء كويس في الملعب، والحمد لله المنصوره كان فعلا يستحق الفوز الحمد لله النهارده، وده رجعنا للمنافسه تاني ان شاء الله. واحنا هدفنا باذن الله كمجلس اداره اللي احنا ان شاء الله السنه دي باذن الله كلنا بنلعب على الصعود، فاحنا ان شاء الله هدفنا الصعود. فطبعا بحب اشكر الجهاز الفني والجهاز الاداري والجهاز الطبي، وطبعا بحب اشكر كل اللعيبه بتوع الفريق النهارده، فعلا كانوا رجاله وعلى قدر المسؤوليه. وطبعا بحب اشكر مجلس الاداره زمايلي واخواتي وكل اعضاء المجلس برئاسه العميد محمد بسيوني. الحمد لله احنا ما قصرناش مع الفريق في حاجه، كل الطلبات اللي بيطلبوها بنعملها. وطبعا بحب اشكر طبعا استاذ محمد رزق المشرف على كره القدم الفريق الاول، وطبعا الاول والاخر كل الحمد لله المكاسب اللي بتيجي ديت بمسانده الجماهير. وفعلا جمهور المنصوره ده من اعظم الجماهير على مستوى مصر، الحمد لله مع الفرقه في المكسب والخساره، والحمد لله هم دايما داعمين. فطبعا كل الشكر والتقدير لجمهور المنصوره العظيم، وان شاء الله دايما سند لينا ودايما الداعم الاول للفريق. وان شاء الله باذن الله نكون ان شاء الله الماتش الجاي يبقى برضو نحاول ان احنا نعمل نفس اداء النهارده ان شاء الله. وباذن الله الماتش الجاي مهم، وفريق طنطا ده فريق محترم، وان شاء الله نكسب الماتش الجاي ان شاء الله، على اساس تبقى الدور الاول حتى انتهى ان شاء الله واحنا مركز الاول او الثاني، على اساس ان شاء الله نبدا بقى الموسم الثاني ببدايه جديده، وان شاء الله الدور الثاني يبقى حاجه كويسه ان شاء الله، والفريق المنصوري يصعد باذن الله. باشمهندس، ضغوطات كتير الفتره اللي فاتت تعرضتوا ليها بسبب كان مش هنقول سوء النتائج، التعادلات الكتير اللي موجوده. عايزين نطمن جمهور المنصوره، طبعا عارفين ان كلكم ثقه في اللعيبه والجهاز الفني، هل هيكون في تدعيمات في يناير ولا هنكتفي باللاعبين الموجوده؟ والله في الاول وفي الاخر ملف الكوره مع الاستاذ محمد رزق نائب رئيس مجلس الاداره ومشرف على الكوره، فهو ان شاء الله من خلال التواصل مع الجهاز الفني هو اللي بيحركنا. يعني احنا ما فيش اي تدخلات مننا في ملف الكوره. الحاج محمد رزق هو اللي بيمثل المجلس في التواصل مع الجهاز الفني، فان شاء الله الجهاز الفني اللي هيقول عليه كل طلباته اوامر، لان احنا حاطين من اول ما اتفقنا مع الجهاز الفني اللي ان شاء الله السنه دي هي سنه الصعود، واكيد اي مركز او اي حاجه الجهاز الفني هيحتاجها ان شاء الله احنا مش هنتاخر عليه، لان احنا ان شاء الله هدفنا في الاول وفي الاخر هو الصعود. اشكرك يا باشمهندس. ماشي عفوا.